لو أنت قائد أو CEO فدي هتكون أصعب لحظة بتعدّي عليك، مش ضغط السوق، أنا قصدي ضغطك أنت. في الإسلام الإنسان مش عقل بس، ده عقل وقلب ونَفْس. تخيّل كده معايا إن العقل ده فارس والنَفْس حصان، لو الحصان هو اللي مسك الاتجاه هيحصل إيه؟ هيمشي بقى ورا شهوة أو مكسب سريع أو ego، لكن رمضان بييجي كإنه معسكر تدريب للفارس ده، لمّا بتقول لأ للأكل ولأ للشهوة، أنت كده بتشد اللجام. شوف كده معايا في صلح الحديبية، القرار في بدايته كده يبان أكنه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصورة الكبيرة وساب الانفعال على جنب، وبعدها كان إيه؟ فتح كبير للإسلام والمسلمين. فنرجع بقى لموضوعنا، المدير اللي ما يعرفش يمسك نفسه وقت الطمع مش هيعرف يمسك شركته في وقت الأزمات.